السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم نعمل معكم وصفة ديال خبز صحي بالعدس الأحمر وحبوب القاطونة. مزيان لأصحاب السكري واللي عندهم مقاومة الأنسولين، اللي متبعين الحمية ديال الكيتو، وكذلك للناس اللي عندهم الحساسية ديال الجلوتين واللي عندهم سيلياك ديزيز أو مرض السيلياك. خبز صحي وسهل التحضير. انا نفتحو قدامكم. اللون ديالو تيكون شويه مغلوق حيت فيه حبوب القاطونه غلقاتو شي شويه هكذا، ولكن راه صحي وتيشبع. شوفوا الشكل ديالو. تيتقطع بسهوله. ممكن هذا تحتفظوا بهم في الفريزر او المجمد، تعملوهم على شكل طولي او تعملوهم على شكل هكذا دائري، وكذلك ممكن تعملوهم بحال خبز الطوست، تعملوهم في القالب ديال الطوست وتخشيهم في الفران يخرجوا لكم على شكل هكاك مربع، وتقطعوهم. من الاحسن تقطعوهم حتى على ذاتهم على شكل طوست حتى يبردوا مزيان، عاد تقطعوا القطع ديال الطوست وتحتفظوا بهم في المجمد، تبقاو مزيانين ما فيهمش مشكله نهائيا، وغنيين بالحبوب والبروتينات النباتيه. بقاو معايا تشوفوا الوصفة بكل التفاصيل. راه سهلة التحضير، ما فيها لا بيض لا زبدة لا دقيق أبيض. هنا ليلة من قبل فزقت تقريبا نص كيلو ديال العدس. أنا تقريبا نقول واحد 480 غرام، قريبة نص كيلو ديال العدس. غسلتها مزيان ورقتها ليلة كاملة في الماء، ومن بعدها تنصفيوها مزيان باش عاد نطحنوها. هنا هذيك 480 غرام دارت لي هنا تقريبا 7 ديال الكيسان ديال فازقين بالعدس الاحمر، يعني هي راه تضاعف في الحجم ديالها العدس. يعني الا زدتو 2 كيسان تتخرج لكم 4 الكيسان ولا اكثر شويه، فالعدس تضاعف في الحجم ديالها. فانا تقريبا هنايا تعبر لي 7 ديال الكيسان فازقه ماشي جافه، ولكن بالعبار جافة 480 غرام. تعملوها في أي خلاط. أنا هنا عندي الكأس ديال الترموميكس، زدت عليها كاس ديال الماء، ودا نزيد شوية النصف. وعلى كنتيو أول ما تتعملوها على كنتيو خايفين أنها تولي جارية، لأن على حسب النوع ديال العدس بداو بكاس ديال الماء، ومن بعدها بداو زيدوا شوية بشوية حتى تيولي هاد القوام ملي تطحنوها. اي طحانه عندكم كهربائيه ممكن تطحنوا فيها هذا الخليط، حتى ممكن اليدوي. هنا ضفت ليها معلقه ديال الملح، وتنضيفوا كذلك 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، هما اللي تيخليوه رطب هذا الخبز. هو بالتاكيد ما يجيش بحال الخبز ديال الدقيق الابيض، ولكن خبز صحي ماشي هذا قاصح. هنا نستعمل حبوب هذا الغبرة الباودر ديال القاطونة، او لا تتسمى السيليوم هاسك. هنا راها 100% الباودر ديالها. خديتها متواجدة كاين في الاسواق، وكذلك انا خديتها هنا من امازون. استعملت 4 ديال الملاعق كبيرة. هذاك الشيء علاش اللون، شتي اللون ديالها هي مغلوق، ماشي بحال تتكون هي بحال النخاله ما تتغلقش الخبز. هذه غبره تغلق الخبز على كثرتي منها. هنا عندي بعض الحبوب، خديت النافع، حبه حلاوه، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الزنجلان اللي تفضلوا ممكن تضيفوه. ودا نستعمل بيكربونات الصودا ولا البيكنج صودا، واحد المعلقه صغيره. وغادا نستعمل ابل سايدر فينيغر ولا الخل ديال التفاح، واحد المعلقه اونس كبيره. اللي ما متوفرش عنده ممكن يستعملوا الخل عادي، واللي ما متوفرش ممكن يستعمل كذلك عصير الحامض. مهم تتكون ماده تكون حامضه اسيد. هنا من بعد ما خلطت كل شيء، ها هو القوام. هنا الحبوب اللي ندير من الفوق ديال الخبز، اللي ندردر على الخبز. هاد العجينه لان خاليه من الجلوتين، ما تتجمعش بحال العجينه العاديه، فتنستعنوا بالماء باش نقبطوا نشكلوها. انا الطاوه ديال الفران فرشت ليها الورق ديال الزبده، وهنا ما تنقرصهمش بزاف. الا بغيتيهم يكونوا شويه طالعين خليوهم شويه طالعين،
وتنستعمل بالماء هكذا وتنشكلهم. تشكلوهم بشكل دائري او شكل طولي او تعملوهم على شكل طوست في القالب ديال الطوست نتوما واللي تتفضلوا، ولكن تستعنوا دائما بالماء لان ماشي بحال الخبز العادي ما تجمعش. وهي تعطوها الخاطر ماشي صعيبه، سهل. ومن بعد هذا نرشها بالحبوب اللي متوفر عندكم، ممكن تعملوا الشوفان، السمسم ولا الزنجلان. هنا عندي الحبوب ديال القرعه ديال اليقطين، الحبة البركة، شوية ديال السمسم، شوية ديال زرعة الكتان اللي متوفر عندكم من حبوب بغيتيو ضيفوهم في الداخل ديال العجينة أو كذلك ترشوا من برا، لأنها تضيف واحد القيمة غذائية لهذا الخبز. هاد الحبوب كلها غنية بالفوائد وغنية بالبروتينات النباتية، مزيانة بزاف اللي تيتبع شي حمية ولا الناس اللي عندهم مشكل ديال الجلوتين ولا اللي عندهم مشكل ديال السكري. هذا النوع ديال الخبز تيكون مزيان. تنسخنوا الفران على 350 درجة، هي 180 درجة سلسيوس. تنخليوهم ما بين 20 حتى 25 دقيقة حتى يطيبوا. نعرفوهم طابوا تقريبا 25 دقيقة. فاللون ديالهم تغلق لأننا استعملت القاطونة غبرة باودر، ما استعملتش النخالة ديال القاطونة. اللي تستعمل القاطونة تيكون اللون فاتح شي شوية على هذا اللون. وها هو الشكل النهائي ديالهم. انا استعملتهم كساندويتش، درت فيهم الجبنة، قسمتهم على جوج، كان المذاق رائع. وكذلك استعملتهم من قبل كساندويتش مع الطون ولا التونة. فتستعملوهم كيف ما بغيتيو باش تحتفظوا بهم. بغيتو تقسموهم هكذا على جوج وتحطوهم في المجمد فوق ما تحتاجوهم، تجبدوا هذيك الخبيزه وتسخنوها. شكرا على المشاهده، نتمنى تعم الفائده. التقي بكم فيديو قادم ووصفه قادمه بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوناش من التعاليق الطيبه وتشاركوا الفيديو مع الاحباب والاهل لتعم الفائده.